كل سنة وانتم طيبين. حبيت ان انا اشارك معاكم الصبليه بتاع العيد السنة دي. حبيت كمان اعمل اشكال مختلفة وكل شكل يكون ليه حشوة مختلفة. فالنهاردة ان شاء الله هوريكم كده التشكيلة بتاعتنا كانت عبارة عن ايه. ده صبليه جزائري زي ما انتم شايفين كده، فيه برضو ناس كانت طالبة فيه حاجات اضافية معينة زي الجوزية، زي بسكوت القهوة. طبعا احنا عاملين دوت، بس في ناس كانت بتطلب علب يعني فيها الميكس اللي انا بقول لكم عليه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكمية بتاعتنا السنة دي الحمد لله. وعايزة اقول لكم كمان ان في علب كنا ناسيينها كمان بفضل الله. الصابليه من اكتر الحاجة المميزة عندنا. اكتر الاشكال المميزة عندنا في الصابليه الجزائري اول شكل النوتيلا بالتوفي، ما شاء الله الاتنين مع بعض ميكس رهيب. تاني شكل معانا زي ما انتم شايفين احنا حاطين فيه من فوق بيستاشيو، يبقى من جوه حاطين فيه الحشوة بتاعت دبي كنافة بيستاشيو مع الصابليه. ميكس رهيب محدش عمله قبل كده ومحدش عمله الا احنا، عملناه السنة اللي فاتت في العيد الكبير، وحبينا كمان نعمله وندخله مع الميكس بتاع السنة دي. وزي ما انتم شايفين المولد الصغنن الكيوت دوت عليه وردة، بس ده حشوة بلوبيري، واللي عليه وردة وجنبيها بندق، دي حشوة مختلفة غير الحشوة اللي انا وريتها لكم. دي حشوة راسبيري، وعاملين برضو وردة وعليها فستق، دي برضو حشوة تانية، حشوة كريز. فكل حاجة أنا أحط عليها شكل مختلف يبقى ديت ليها حاجة مختلفة عن اللي بعدها. وحابين إن هو يكون بس صف واحد مع العلبة بتاعتنا أو الكيلو بتاعنا، عشان لو في حد بيحبها تمام يبقى احنا حطينا منه، ولو في ناس ما بتحبش الحاجات المززة فما تلاقيهاش برضو كتير. الشكل ده برضو مميز جدا معانا وبيكون حجمه صغير كده زي ما انتم شايفينه. ده الحشوة بتاعته من جوه بتكون حشوة توفي زي الحشوة بتاعته الخارجية من بره. زي ما انتم شايفين برضو معانا الميكس التاني العكس للشكل الأبيض. معانا برضو في نوتيلا وتوفي بس الاتنين عكس بعض. والشكل الوردة القمر ده حاطين عليه كده جلد من فوق، دي حشوة لوتس ما شاء الله، برضو حشوة مميزة عندنا ما شاء الله تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان الصابليه كله فيه لمعة كده، لان احنا بعد ما بنخرجه من المولدات بتاعته بنديله لمع بالدست الابيض عشان اللون الابيض يبقى مزهزه كده وجميل وناطق معانا. حبيت اشارك معاكم الصابليه وتشوفوا قد ايه ان الضيافة بتاعت روكيك مختلفة جدا عن اي ضيافة تانية. والاشكال بتاعتها مميزة وحشوات مميزة مش هتلاقوها في مكان تاني. لو حبيتوا ان انا اشارك معاكم طريقة عمل الصبليه بكل اسراره زي ما انتم متعودين مني في التورت، ما بخبيش عليكم اي حاجة وبقول لكم كل اسرار شغلي، ان شاء الله هعمل معاكم كده للصبليه. لو لقيت الفيديو ده جاب اكبر عدد من التعليقات وجاب اكتر عدد من اللايكات، ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص للصبليه، لان مطلوب عندنا صبليه بعد العيد. هنعمله ان شاء الله يكون بروقان كده واقدر اعمل لكم فيديو بكل اسراره. اقول لكم بقى كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. هستنى بقى رأيكم تحت في التعليقات، وزي ما قلت لكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.